السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده الفيديو ال21 من كورس How to be an audio developer بالعربي. ده احنا عايزين نتعرف على حاجة مهمة جدا أو حاجتين مهمين جدا، هما الجروب والكاتيجوري. ايه الهدف من كل واحد منهم؟ أولا الهدف من الجروب، أنا عايز أجمع مجموعة من المستخدمين داخل جروب معين بحيث أبدأ أطبق عليهم access right، أو داخل الجروب الواحد ممكن أطبق عليه record rule، أو في فيلد عندي ممكن يظهر لمجموعة من المستخدمين وما يظهرش لمستخدمين تانيين. فالجروب هو اللي هيساعدني في الثلاث حاجات دول. هنفترض اللي احنا عندنا السيستم بتاعنا بيستخدمه ثلاث انواع من المستخدمين. النوع الاول حد تابع للاداره، النوع الثاني حد ولي امر، النوع الثالث حد مدرس. فاحنا عندنا المدرس هيكون الاكسس رايت بتاعه مختلف عن الناس اللي تابعين للاداره، مختلف عن الاولياء الامور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي، احنا هنا لو حضراتكم فاكرين، يعني ان كان عندنا حاجه اسمها جروب اي دي وكنا سايبينها فاضيه، ان هو كده كل الناس ليها، كل اليوزر اللي بيستخدموا الموديول بتاعنا ليهم الاكسس على كل حاجه. لا، انا عايز احكم بقى الدنيا. عايز اخلي مثلا ان الموديل بتاع الستودنت ما يظهرش غير لاولياء الامور والمدرسين، وطبعا هيظهر للمديرين بس. لما يظهر لاولياء الامور ما يظهرش يكون لهم الاكسس على كل حاجه. يعني لا، هم ليهم الاكسس بس ان هم يقراوا فقط لا غير، ملوش الاكسس اللي هو يعدل في حاجه، ولا ينشئ طالب جديد، ولا يمسح طالب من الطلاب اللي موجوده. في نفس الوقت لما نتعامل مع الريكورد رول، الولي الامر نفسه مش من حقه يقرا غير حاجه واحده بس، وهي الطالب اللي تابع ليه، ابنه فقط لا غير. ما يشوفش كل الطلبه اللي موجودين في الموديل بتاع الستودنت. نفس القصة لو دخلنا على الجروب التاني بتاع المدرسين. المدرس من حقه بس يشوف الطالب، يبدأ يشوف الطالب وممكن يعدل عليه، بس مش من حقه ينشئ طالب جديد ولا يمسح طالب قديم. وفي نفس الوقت المدرس مش من حقه يشوف كل الطلبة، لا، هو يشوف الطلبة اللي هو بيدرس لهم فقط لا غير، اللي هم اختاروا الكورس، اللي هم سجلوا في الكورسات اللي هو بيشرحها يعني. في نفس القصة لو دخلنا على الانرولمنت، هو من حقه يقرأ الانرولمنت فقط لا غير، مش من حقه ولا ينشئ ولا يمسح انرولمنت ولا يعدل في انرولمنت ولا ينشئ انرولمنت. ده بالنسبة للمدرس. لو دخلنا على الجروب الثالث اللي هو التابع للإدارة، لا، دول من حقهم يشوفوا كل حاجة، لهم الفول اكسس على كل حاجة. تمام، احنا كده هنفترض اللي احنا عملنا الجروب نفسها انا عايز احكمها، اللي هو كل جروب يكون تابع لحاجه معينه. ان هو مثلا انا عندي السيستم بتاعي هيكون ما فيهوش بس الموديول بتاع السكول بس، لا، ده في موديوله تانية في السيستم. في حاجات تبع مثلا الامبلوي، في حاجات تانية تبع الاتش ار، في حاجات تانية تبع المحاسبه. هي المدرسه مش مقتصره فقط بس على الطلبه والمدرسين واولياء الامور، لا، في حاجات تانية في المدرسه، في ادارات تانية داخل المدرسه. فانا عايز احكم بقى الحاجات اللي تابعه للموديول بتاع السكول ده داخل كاتيجوري معين. فبكل بساطه بنبدا ننشئ كاتيجوري، والكاتيجوري ده كل الجروب اللي داخل الموديول بتاع السكول بتكون تابعه للكاتيجوري ده. فعشان نبدا نعمل الكلام ده هندخل على السكيورتي ونبدا نعرف فايل جديد هنسميه جروب، بحيث نبدا ننشئ داخله كل الجروب بالكاتيجوري، عشان نبدا نستفاد فيهم لما نتعامل مع الاكسس رايت والريكورد. فيكون جروب دوت اكس ام ال، واول ما ننشئه عشان ما ننساش نبقى داخل الداتا هنبدا نضيفه عندنا security جروب دوت اكس ام ال. هنبدا نسيب، نبدا داخل الجروب ببساطه نعرف اودو، التاجات بتاعت اودو يعني. هنبدا داخله نعرف الكاتيجوري ازاي ريكورد. نبدا نقول ان الريكورد ده الاي دي بتاعه، الحاجه اللي هتظهر يعني داخل اودو، الاودو هتبدا تتعامل معاها هتبقى ازاي. هنسميها وليكن مثلا كاتيجوري اندرسكور سكول، ده الكاتيجوري بتاع السكول. طب الكاتيجوري ده بينشأ داخل انهي موديل؟ والله بينشأ داخل موديل اسمه، هنقول الموديل حاجة اسمها اي ار دوت دوت موديولو دوت كاتيجوري، موديولو دوت كاتيجوري. نقفل داخل الكاتيجوري. الكاتيجوري بياخد ثلاث حاجات اهمهم الاسم بس، في بعد كده حاجتين تانيين، حاجه زي الديسكريبشن وحاجه زي السيكونس. عايز تضيف وصف للكاتيجوري ده بيعمل ايه، بس يعني حاجه مش مهمه قوي، دي اوبشنال، بس اللي لازم اسم الكاتيجوري اللي هيبدا يظهر لليوزر. بكل بساطه هيكون عندنا فيلد نيم
نبدأ نقول اسم الكاتيجوري عندنا، احنا هنسمي الكاتيجوري ده وليكن مثلا سكول مانجمنت. هنبدأ تحت الكاتيجوري نبدأ ننشئ جروب عندنا نفس الطريقة، يعني هنبدأ نقول اللي احنا عندنا ريكورد، هنبدأ نديله الاي دي، وليكن مثلا أول جروب عندنا هيكون ده الجروب بتاع المانجر، وبينشأ داخل أنهي موديل، والله بينشأ داخل الموديل اللي اسمه ريز دوت جروب، وداخله بياخد حاجتين، بياخد النيم بتاعه، اسم الكاتيجوري، وليكن مثلا هنسميه سكول مانجر، وهو تابع لأنهي كاتيجوري، فبكل بساطة فيلد إن الاسم بتاعه إيه بيكون كاتيجوري أي دي، وهو تابع لأنهي كاتيجوري، فريفرنس بيتعرف إزاي اسم الموديول بتاعنا دوت اسم الكاتيجوري. هنبدأ ننشئ الثري جروب اللي بعد كده بنفس الطريقة. الجروب اللي بعد كده هيكون الجروب اللي خاص بالتيتشر، والجروب اللي بعد كده اللي خاص بأولياء الأمور بيرن. نبدأ نسيف، وعشان نبدأ نعمل يبدأ يظهر لنا يعني اللي هو يبدأ يقسم لي اليوزر دي لكاتيجوري. واحنا دلوقتي لو دخلنا هنلاقي ان الشكل مش هو ده اللي المفروض يظهر لنا، والمفروض يبدأ يقسم لي الشاشة دي لكاتيجوري، ولكن مثلا عندنا كاتيجوري تكنيكال واكسترا رايت وعندنا يوزر تايب، وعندنا بعد كده الكاتيجوري بتاعنا اللي هو بتاع السكول مانجمنت. عشان يبدأ يعمل حاجة زي كده احنا هنبدأ نعمل ابجريد للسكول، وفي نفس الوقت هنبدأ نعمل ابجريد لحاجة اسمها البيز، اللي هو تابع ليهم التو موديل دول، اللي هو الاي ار دوت موديل دوت كاتيجوري او الريز جروب. نبدأ نرفرش، هنبدأ ندخل نبدأ نعمل ابجريد للبيز داخل الموديل. هنبدأ نعمل ابجريد، كده خلص الابجريد. هنبدأ نرجع بقى للسيتنج ونبدأ ندخل على اليوزر، ندخل على مارك ديمو، هنلاقي ان الشكل بقى زي اللي احنا عايزينه، وبقى بدأ يقسم لي الشكل عندنا ان احنا عندنا كاتيجوري ظهر جديد. ده يعني قبل لو بدأنا نشوف الوضع قبل كده هنلاقي ان ما كانش عندنا الكاتيجوري ده، بقى عندنا كاتيجوري اسمه سكول مانجمنت، وفي ثلاثة جروب للسكول مانجر، وجروب للسكول تيتشر، وجروب للسكول بيرنت. احنا اول هنفترض مثلا ان مارك ديمو ده هنفترض ان هو تابع للسكول تيتشر. نبدأ نسيب على كده وهنرجع ليه التاني اللي هو الادمن ده، هنقول ان هو ده تابع للسكول مانجر. بعد كده هنرجع ان احنا نضيف بقى نبدأ نعمل الاكسس رايت يعني لكل جروب. احنا هنا نفترض ان هنا اول اكسس رايت عندنا اسمه سكول اكسس سكول ستودنت، ممكن نقول مثلا باي مانجر. هنا برضو هنضيفها لكله، يعني كل الاكسس على كل الموديول. هنا نفس القصة. هنبدأ نضيف الجروب هنا للمانجر عندنا اللي هو كان اسمه جروب مانجر. هنا برضو جروب مانجر، هنا جروب مانجر. هنبدأ نسيف، نبدأ نكلوز، نبدأ نعمل ابجريد. احنا لو بدأنا نرفرش
ندخل على السكول. احنا دلوقتي المفروض مسجلين ب نفتح بس عشان نشوف اليوزر اللي احنا مسجلين بيه اللي هو الادمن. بدأنا ندخل على السكول، احنا فعلا لنا الاكسس على كل حاجة. طب عايزين نبدأ نعمل الاكسس رايت بتاع الجروب التاني اللي هو التيتشر اللي هو تابع لمارك ديمو ده. هنغير بس بدل باي مانجر هنخليه باي تيتشر. وهو ملوش الاكسس على الكورس اصلا، هو له الاكسس بس على الستودنت والانرولمنت. تيتشر، وهنا هيبقى جروب تيتشر، وهنا برضو جروب تيتشر. بس هنا هو ملوش الحق، بس ملوش الحق ان هو يمسح، ولا له الحق ان هو يكاريت ستودنت. وهنا هو ملوش الحق ان هو يمسح ولا يكاريت، ولا له الحق للقراءة فقط لا غير. نبدأ نسيف، نبدأ نعمل كلوز، ونبدأ نعمل ابجريد، نبدأ نعمل لوجن بمارك ديمو ده، نشوف الوضع هيكون عامل ازاي. نبدأ نرفرش، نبدأ نعمل لوج اوت، نبدأ ندخل ب هو المفروض اللوجن بتاعه يعني. بدأنا ندخل على السكول. احنا مش من حقنا بس غير الستودنت، مش من حقنا غير القراءة بس، والكورس مش من حقنا غير الانرولمنت فقط لا غير، القراءة فقط. انما الستودنت من حقنا اللي احنا نقرأ ونعدل الطالب واسم الطالب يعني والحاجات. بعد كده لما ناخد الريكورد رول، احنا مش هيكون مش من حق المارك ديمو ده غير ان هو يشوف الطلبة اللي هي تابعين ليه فقط. ممكن مثلا محمود صبري ده يكون مش تابع ليه، بس اريا مارك دي تكون تابعة ليه. الكورس مثلا هو هيظهر له بس الكورسات اللي هو بيدرسها، وليكن مثلا هو لو بيدرس اللغة العربية ما يظهرلوش بس غير كورسات الطلبة اللي مسجلين معاه في الكورس. وده إن شاء الله اللي هيكون في الفيديو الجاي.